أول ظهور لأحمد طليق ريم مرات حسن شاكوش. أحمد طليق ريم فجر مفاجآت كتيرة جدا في اللقاء اللي ظهر فيه، وقال مفاجآت كتير جدا هنعرفها مع بعض النهاردة في الفيديو بتاعنا. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل والقناة هتكبر بيكم ومعاكم. طلع أحمد طليق ريم كشف عن مفاجأة كبيرة جدا، وقال إن هو كان متجوز ريم وجوازهم استمر لمدة شهرين وبعد كده حصل الانفصال، وكان بناء على طلبها وطلب أهلها. أحمد قال إن هو كان خاطب ريم سنة، وكان لما خطبها كانت سابت بولاق وكانت عايشة في فيصل، فبالتالي زي ما هو قال إن ما كانش حد في بولاق يعرف الخطوبة. تمام، حلو قوي. بعد كده قال ان هو اكتشف بعد شهرين من الجواز ان ريم حالتها الصحية صعبة، وما كانش ينفع اساسا ان هي تتجوز. فلما عرف ان هي اتجوزت استغرب جدا، لان كل الدكاترة اللي وداها عندهم قالوا ان هي ما كانش ينفع ليها الجواز، او لا يصلح ليها الجواز. بس بصراحة الراجل محترم جدا، وقال ان انا مش هقدر اصرح عن مرضها لان دي ست في يوم من الايام كانت زوجتي. طيب يا احمد، ايه سبب الخلاف وليه طلبت الطلاق؟ قال سبب الخلاف اني انا راجل صعيدي وما كنتش حابب ان مراتي تبقى عايشة حياة متفتحة. هو لما اتجوز ريم نقلوا في زايد، تمام، فلما ريم نقلت زايد حبت تعيش في نفس المستوى بتاع الناس اللي حواليها، فطبعا هو راجل صعيدي رفض. نرجع معلش نقطة ورا، ان هو قال لما راحت تاخد جهازها من بولاق كل الناس عرفت ان هي مخطوبة، فبالتالي معلش يا حسن، انت ومامتك بتقولوا انت ما كنتوش تعرفوا انها متجوزة. الكلام ده اكيد مش صحيح، لان كلنا عارفين ان في المناطق الشعبية وقت ما بيبقى فيه جهاز لعروسة بتبقى الدنيا هايصة جدا وكأنه فرح، مش مجرد شيل عزال. نرجع لنقطة ايه سبب الخلاف بين احمد وبين ريم وبين باباها. لما طلبت الطلاق عشان هو عايز يقفل على بيته وعلى مراته، لان هو راجل صعيدي مش حابب الحياة المتفتحة، طلبت الطلاق. وباباها قال له كل شيء اسمه ونصيب ومش هينفع نكمل لحد كده. الراجل قال له ليه؟ قال له كده احنا مش عايزين نكمل. تمام، براحتكم، انا مش هجبرها تعيش معايا غصب عنها. الراجل قال ان هو اداها كل القايمه بتاعتها، ما سابتش فتفوته، حتى الحاجات اللي ما كانتش موجوده في القايمه، اللي هي الكماليات اللي جت مثلا بعد ما فرشوا، بعد ما اتجوزوا. اوقات بيكتشفوا العرسان ان في حاجات ناقصه، نسيوا يجيبوها، ما كانوش حاطينها في خططهم، فطبعا بيكملوها. احمد قال ان هم اخدوا كل حاجه، ما سابوش ولا اي حاجه، وعنده شهود بالكلام ده. وجم بعد كده رفعوا عليه قواضي ورفعوا عليه وصولات امانه، ولحد النهارده هو في مشاكل معاهم بسبب وصولات الامانه. وكل اللي الراجل اتكلم فيه ان هو مش عايز اذيه، هو دلوقتي شخص متجوز وهي ست كانت على ذمه واحد، او سواء هتكمل معاه او مش هتكمل، الراجل لا حابب اذيه ليه ولا حابب يتكلم عنها. وبصراحه في اللقاء بتاعه ما قالش ولا كلمه فيها اساءه ادب، ولا الريم ولا لباباها. فهنا اصبح يا ريم انت وباباكي عليكوا علامه استفهام كبيره جدا، وده مش هينفي علامات الاستفهام اللي حوالين حسن، او ان حسن هيبقى صح وانت غلط. لا، كل الاطراف حواليها علامات استفهام، وفي حاجه غلط في الموضوع. كده في ظالم وفي مظلوم وفي ظالمين كتير في الموضوع. لكن بصراحة الراجل ما فتحش بقه بكلمة واحدة فيها إساءة أدب لكل حد، لأي حد. هو كل اللي طالبه إن موضوع القضايا ووصولات الأمانة تنتهي. وبصراحة من أول اللقاء لآخره هو واضح إن هو شخص محترم جدا، ومرضيش يصرح نهائي عن مرضها، اللي هو المفروض كل الدكاترة قالت إن هي لا يصلح لها الجواز نهائي، لا من أحمد ولا من حسن ولا من اي حد، هي ما ينفعش تتجوز اصلا. الله اعلم ايه هو المرض ده، الراجل مرضيش يصرح عنه. اكيد في مفاجآت تانية هتظهر في الموضوع، وفي اخبار جديدة هتظهر في الموضوع، وكل جديد هنزله لكم اول باول. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة،
دعمكم هيشجعني اني اكمل والقناة تكبر بيكم ومعاكم. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.